السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، تابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى يوم من ايام رمضان الحلوة اللي يا رب تفضل معانا كده في البيت ببركتها وبكل حاجة حلوة فيها. بصوا بقى النهاردة بقى ايه، هنخش على الفيديو بتاعنا على طول كده. سمي الله كده ونبتدي ونصلي على النبي ونقول ايه، بسم الله ونبتدي. بصوا بقى، اول حاجه ابتديت بيها انا هنا كنت جايبه وراك عشان ايه، هعملها في الصينيه. ماشي، وهنشوف يومنا ان شاء الله هيعدي ازاي. هنا مسكتها بقى ايه، نقعتها كده. هحط لها شويه ميه وخل وملح وليمون وهسيبها فيها شويه. وهنبتدي مع بعض كده ايه الفيديو بتاعنا على طول بسفرة رمضانية كده سريع، وان شاء الله مش هتاخد معانا وقت. طبعا الناس كلها بتحب الحاجات دي في رمضان ومحدش بيستغنى عنها، صح ولا ايه؟ بصوا اهو، ادينا بقى ايه، حطينا حبة الخل وحبة الملح اهو، وسيبنا عليها المية وحركينها بقى شوية كده. اغسل ايديا بس مطرح ما كنت ماسكاها اهو، هركنها بقى شوية شوية كده وهجيب لها ايه ليمونة. بصوا بقى هنا بقى هبتدي بقى ايه، املى المية للمكرونة اهو. هنا بقول لكم ان انا مجهزة الحاجة بتاعتها ومطلعاها من بدري عشان ايه، طبعا ايه، النور بيقطع، ما بتقطع حاجة، يعني ايه الواحد يبقى مستعد لأي حاجة. اعمل الحاجة واركنها وعادي، لو على السوا تبقى قبل الفطار ما يجراش حاجة. هنا بقى ايه، جبت الحلة الكبيرة دي هملاها بقى ايه مية اهو، بس مش كلها، يعني ايه، دوبك على قد كيس المكرونة ده. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي لما عملتها قعدت معايا يومين، يعني اكل رمضان يعني بيفضل منه. ما يعني الحاجة برضو حتى لو انت شايفة ان انت عاملة قليلة وكده بيفضل منها. هنا ايه، حطيت الحلة عشان تتملي، وكنت ولعت البوتاجاز عشان ايه، هشوف هكمل حاجتي ازاي. زي ما بقول لكم ان انا بقوم اعملها وايه واركنها. لو على السوا مش اشكال، تبقى قبل الاذان قبل الفطار بشويه وايه تستوي براحتها برضو. سبحان الله ولا حول. هبتدي بقى امسك بقى ايه الحاجه بتاعتي زي ما بقول لكم كده تحت الميه على طول كده، وايه واشتغل فيها. انا حطيت الطبق ده عشان ايه، لو الميه اتقفلت ولا كده يبقى عندي ميه برضو ايه اشتغل بيها. اخد بقى ايه كام بصله اللي انا عايزاها. بص هو البصل رفيع مش كبير، عشان ايه اشوف بقى ايه هنعمل حاجتنا ازاي. انا بحب البصلايه كده صغيره، يعني كبيره يعني بحس ان هي بتتهدر، انما الصغيره كده يا دوبك على قد ما تستعمليها حلوه. اهو انضفهم بقى كويس اوي كده تحت الميه برضو، واحط الفلفل معاها اهو. انتوا عارفين ان انا بحب امسك الحاجه اغسلها بايديا كويس قوي، عشان ايه، اعرف ان هي بقت تمام. اهو هطفي بقى الميه وهجيب بقى ايه، هجيب صينيه صغيره. ماشي اهي، حطيتها على النار وحطيت معاها البصل، واحط لها حته سمنه صغيره من العلبه دي وحته من البلدي. يعني زي ما بيقولوا كده الاتنين يشيلوا بعض.
اهو حته من البلدي كمان اهي صغيره مش كبيره بس. امسك بقى ايه يعني مش هديها تشويحه، لا هقلبها بس في قلب بعضيها بس كده، بس مش كتير، يا دوبك بس سايح السمنه وايه والبصله والفلفل بس ايه يشربوا من بعض حاجه بسيطه. احط لها بقى حبه ملح كده، وملح هنا على الميه دي بتاعه المكرونه، وطبعا ايه هسيبها لما تسخن. هنا انا كنت شايفاها ان هي كانت ابتدت يا دوبك ايه تطلع الفقاقيع بتاعتها الصغيره دي، بس برضو ايه هسيبها شويه. هنا بقى حطيت بقى ايه حبه ملح وفلفل بهارات، دي انا طحناها عندي في البيت، جايباها صحيحه وعاملاها في البيت ماشي، كنت جايباها معاكم ووريها لكم قبل رمضان. انا حسيت بقى ان هو بقى ايه كله بقى في قلب بعضه بقى ايه ساح كده وشربت من قلب بعضيها، هنزل بايه باللحم. امسكها بقى ايه اقلب كله في قلب بعضه. هنا كنت موطيه عليت النار اهي، وهمسكها بقى ايه هقلبها واسيبها بقى مع النار على النار بقى كده مع نفسيها لحد ما ايه تتعصق برضو كلها في قلب بعضيها. انا بقى ايه بحاول افرد اللحمه كده تفك من بعضيها عشان ايه ما تكلكعش على النار اهي. حسيت بقى ان كله بقى ايه بقى تمام في قلب بعضه، هسيبها بقى شويه وهشوف هعمل ايه. نشوف بقى غيرها بقى كده بسرعه. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي كانت حوالي لسه الساعه تقريبا 12 او 11 يعني بدري كده. وهنا بقى لقيت الميه طبعا ايه سخنت، فنزلت عليها بالمكرونه. هنا بقول لكم ايه هستنى بقى اللحمه ما تتعصج والمكرونه اهو. اللحمه اهي بصوا ابتدت ان هي ايه هي دخلت في السوا اهي. هجيب طبق اخد بس حبه لحمه عشان هعمل بيهم حاجات تانية لوحديها، لان انا اللحمه التانية اللي في الصينيه دي هنزل عليها بايه بشويه عصير قوطه، عشان احنا بنحب المكرونه كده محطوط في اللحمه حبه عصير قوطه. انا شايفه ان ده كفايه للصينيه، فانا ايه خدت اللي انا عايزاه. هي اللحمه دي كانت معايا كانت كيلو، عشان ايه هنعمل كذا حاجه. نزلت بقى بالقوطه عليها كده بقى، وهسيبها ان هي ايه تتسبك برضو مع بعضيها. انا خدت التعصيجه التانية، وهسيب دي بقى ايه تتعصج مع القوطه. يعني كنت موطيه عليها برضو ايه هرجع اعلي. طبعا محطوط لها البهارات بتاعتها والفلفل والحاجه بتاعتها، طبعا مش محتاجين لها حاجه تاني. هنا بقى ايه همسك المكرونه برضو اقلبها ايه. بصوا هي ساعتها يعني كانت لسه هتبتدي تستوي. قلبتها بقى ايه كلها في قلب بعضيها كده، وهسيبها برضو ايه تكمل سوا شويه. هنا بقى كانت المكرونه بقى ايه اتسلقت كده وشلتها صفيتها، جبت الحلتين دول فيهم ميه.
الحلة ايه يعني الحلة الكبيرة دي هحط فيها تمر على كركديه، واللي هناك دي هحط فيها دوم. هحطهم بقى يغلوا شوية كده عشان نعملهم عصير. العصير في البيت بيبقى احلى ما تشتري من بره، وبعدين بيبقى يعني بركته كتيرة حلوة. يعني بص حبة قد ايه، وهيعملوا معايا شفشق حلو، لان انت طبعا هترجعي تخفي منه. بتبقى الحاجات دي فيها تركيز عالي. بصوا بقى التمر ده برضو بيبقى حلو قوي، احلى من اللي هو اللي بيبقى عامل زي السكر ده. قطعت برضو حته حلوه كده حطيتها عليها. عايزه اقول لكم لما بتيجوا تعملوا تصفوه كويس بيديكي طعم حلو قوي. هسيبهم بقى ايه يغلوا مع بعض هنا جبت الدوم رخر اهو، وهحط برضو في الحله، وهسيبه برضو يغلي مع نفسه كده لحد ما يبوش. حبه حلوين بس. حلو قوي للضغط الدوم ده جدا. انا بعمله عشان الضغط طبعا، هو كفايه كده بس. طبعا الحباب الصغيره دي بتعمل معاكي شفاشق حلوه، شفشق كبير حلو يعني معقول. بصوا بقى هنا كنت خلصت بقى ودخلت بقى ايه، خدت اللحمه المفرومه اللي انا كنت قايله لكم عليها، جبت الجلاش كده وابتديت بقى ايه اشتغل فيه. هنا بقى ايه بصوا كنت بحشيه والفه ايه صوابع كده، بس الجلاش عشان طبعا كنت مطلعه من الفريزر كان بيلزق في قلب بعضه اهي. هبتدي برضو بواحده تانية اهي، افردها واحط السمنه واحط معاها اللحمه. انزل بحته سمنه صغيره مش كبيره اهي، عشان برضو لما هتسيح جواها. فردتها بقى عليها كده. اخد بقى حته لحمه صغيره برضو مش كتيره اهي، اوزعها برضو عليها كده. وابتدي بقى ايه الف، اخد بقى ورقتين في قلب بعض. وانا كل ما الف كده امسكها بقى ايه اتنيها قوي، يعني اللفه الفها قوي عشان بقى ايه ما تفركش معايا تاني. واعمل بقى كله بنفس الطريقه كده، وامسكها بقى ايه احطها جنب بعضيها كده في ايه في قلب الصينيه. هجيب غيرها برضو. هنا بقول لكم هخلصها وهجيلكم. بصوا بقى هنا كنت خلصتها كلها كده، بقى همسكها بقى ايه اقطعها اهو. اقطعها بقى ايه كده من قلب بعضيها كده، هتطلع معايا صوابع حلوه قوي لما تيجي ايه تطلعيها بقى لما تستوي، تطلع معاكي صوابع كده ايه، كل يعني كل واحد لوحده. انا ماسكاها بالراحه برضو، بقطعها بالراحه عشان ايه ما الاقيهاش بقى ايه اتفكت. لازم برضو ابقى ضغط عليها كده عشان ايه الجلاشه تفضل مقفوله. بصوا بقى هنا انا ايه كان عندي حبه شوربه، حطيت عليهم بضايه، ما كانش عندي لبن زياده بصراحه، حطيت عليهم بضايه وايه شويه فلفل اسود كده، وهنزل عليها بايه على الجلاش كده اهو. انا لو حطيت الجلاش الاول عندي في الفرن، الفرن هتلسعه، لان انا فرني بتلسع الحاجه هوا. انا قلت بقى اسقيها واحطها في الفرن تستوي بقى نفسها بقى ايه مره واحده اهي. همسك بقى ايه الصينيه اقلبها يعني كويس كده، اخلي ايه الشوربه تخش في كل حته. هنا بقى ايه
كنت مسكت الوراك، لو فاكرين في اول فيديو كنت مسكت الوراك اللي عندي نضفتها وظبطتها، وهنا جبت ايه، بصوا بصل وفلفل وطماطم، وحطيت بقى هنا ملح وفلفل وبهارات، وهحط زعتر، لا مش زعتر، روزماري، وهحط ورق لورا. هنا بقى ايه، همسكهم هنا كده، كنت بصور بايد بس وبعمل بالايد التانية، امسكهم في قلب بعضيهم كده ايه، او امسكهم بقى ايه، الفهم في قلب بعض. وهنا حطيت برضو ايه، مكعب ماجي. احنا بنحب الطريقة دي في اهو هنا بصوا ادي ورق اللورا، عادي عادي. طبعا زي ما بقول لكم كنا في الوقت ده كلنا بنعمل حاجة مع بعضينا عشان ايه، طبعا نخلص قبل الفطار. اهو وادي الروزماري برضو حطيت حبة مش كتير. بصوا بقى اهو، هنا بقى كنت ايه، حشيتها هما 3 وراك بس مش كبار، مش اشكال. وهنا بقى كنت عملت المكرونه وقفلتها، عملت لها البشاميل وحطيت على وشها الجبنه الموتزاريلا، وهسيبها ايه وادخلها في الفرن. وايه رايكم بقى في الفطار بتاعنا؟ هنا بقى دي المكرونه طلعت، وادي الوراك اهي، وعملت حبه سلطه، وكان عندي حبه شوربه خضار، وادي الجلاش اهو برضو. والف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.